السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت مباراة الزمالك والبنك الأهلي 1-1 زي ماتش امبارح الأهلي وبتروجيت 1-1. الأهلي والزمالك عمالين يفقدوا نقاط، وكل ده لصالح بيراميدز اللي عنده ماتشات مؤجلة. ملحوظة صغيرة بس، ما سمعناش حد بيقول مش هلعب ماتشاتي غير لما بيراميدز يخلص مؤجلاته. ما سمعناش الكلام ده، لا حد بيتكلم على مؤجلات بيراميدز ولا بيتأجل له ماتشات ليه ولا ما بيلعبش ليه. ما علينا. يعني النهارده الزمالك خلص 1-1. مدرب الزمالك بيقع في اخطاء متكرره كل ماتش، هي التغييرات. يعني مثلا انا عايز اكسب، انا بلعب على البطوله، المفترض اهلي زمالك بيراميدز 3 فرق بيلعبوا على البطوله. فانا 1-1 شوط اول. الشوط الثاني المفروض اعمل ايه؟ ما خرجش عبد الله السعيد وناصر ماهر وعدي الدباغ وشيكو بنزا زي اللي عمله امبارح المعلم يستروب ده، اللي هو شغال بدماغ عادل مصطفى، مش شغال بدماغه. خرج طبعا طاهر محمد طاهر ده كان يخرج قبل الماتش اصلا. خرج تريزيجيه وخرج اشرف بن شرقي وخرج زيزو تقريبا. فالنهارده بيخرج عبد الله السعيد وناصر ماهر وشيكو بنزا وعدي الدباغ. شيكو بنزا ماشي يخرج ماشي، انا اصلا مش مقتنع بيه، ولا انه سريع شويه، بس هو بيلعب لنفسه وبمزاجه. لكن عدي الدباغ ما يخرجش. عبد الله السعيد وناصر ماهر لو هتخرج خرج واحد فيهم، وتنزل الديفندر اللي عندك اسمه احمد ربيع ده. انا وجهه نظري بقى حاجه تانية خالص. انت عايز تكسب ما تخرج عبد الله، لان عبد الله برضه المخزون البدني بتاعه بيقل، السن له احكام. وتنزل عمرو ناصر جنب عدي الدباغ واضغط. عمرو ناصر ده مهاجم كويس جدا، كان ممكن تلعب بعدي الدباغ وعمرو ناصر جنب بعض، وخاصه عدي بيتحرك كتير جدا. ممكن يكون الفينش بتاعه على المرمى مش احسن حاجه، بس تحركاته مزعجه ومقلقه. ما ريحش انا المدافعين بقى واخرجه. ناصر ماهر النهارده كان فايق قوي بصراحه، عامل كام باص هايل، حتى في كوره كده جري بيها وشاور لعدي الدباغ على طريقه التحرك. عدي كان بيتحرك غلط، شاور له وحطها له، اللي محمود الجزار عمل تاكلينج جوه ال 18 شالها. فتغييرات قللت من رتم المباراه بالنسبه للزمالك. المفترض اللي انا بلعب على بطوله يبقى عندي روح المغامره شويه، اجازف. انا بالنسبه لي هفقد نقطه هفقد 3 نقط، مش هتفرق معايا كتير، لكن العب على 3 بونت. انا ليه ما نزلش عمرو ناصر قدام جنب عدي الدباغ وناصر ماهر تحتيهم؟ وخاصه ناصر النهارده انا شايفه كان فايق افوق من عبد الله السعيد بكتير. ولا اذا توفت واحرزت هدف ابقى اخرج عدي بقى وامن نص ملعب بواحد زي احمد ربيع جنب دونجا. مش عارف احمد حمدي فين برضه ما بياخدش فرصه ليه. بنتايج باك شمال هايل. بحب بس الناس اللي تتفرج على كوره قارنوا بين بنتايج ومحمد شكري، كوكا، عمر كمال، كريم فؤاد. 4 باك شمال في الاهلي ما بنشوفش واحد بيقطع. يعني النهارده بنتايج اتلعبت له كوره طوليه، استلمها على بوز ال 18 في التلت الهجومي على صدره، حطها كرباج، هي عليت منه شويه، لو لبست في وش رجله صح وركز كان هيبقى هدف عالمي. هو استلم الكوره في مركز الجناح وهو باك شمال. دي تحركات من وعيه هو التكتيكي، مش تعليمات مدرب. هو لعيب عنده وعي، عارف هو بيعمل ايه، عنده جرأة، عنده ميول هجوميه. مش قصه بقى تعليمات مدير فني ومش تعليمات مدير الفني. انا بس يعني بتفرج على مديرين فنيين بيعملوا شغل عجيب في الكوره امبارح والنهارده في الاهلي والزمالك، تغييرات وتشكيلات وطرق لعب. انا امبارح مثلا ما شفتش جمله. يعني بتفرج مثلا على سيراميكا مع علي ماهر بشوف شغل. بتفرج على وادي دجله مع محمد الشيخ بشوف شغل بيتعمل، وبشوف لعيبه، بشوف شغل مدرب يعني في حدود امكانياته. نادي الاهلي ونادي الزمالك مش عارف، جايبين مدربين اقل من المستوى. الزمالك بالذات محتاج مدرب ومحتاج لعيبه كمان. كواليتي اللعيبه عنده مش عالي. يعني شيكو بنزا، ادم كايد، معالي، 3 دول بالسلامه. لكن خوان بزيرة
ما هوش السوبر ستار، لعيب كويس جدا ولعيب مؤلم في التلت الهجومي. الزمالك محتاج مدرب ومحتاج لعيبه. الاهلي محتاج مدرب بس بصراحه. شكرا.